كيف سيطرت إسبانيا على سبتة وميليليا المحتلتين؟ الحرب الإسبانية المغربية 1859 إلى 1860 كانت نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، حيث اندلعت بسبب التوسعات الأوروبية والنزاعات على حدود سبتة وميليلية. مع إعلان إسبانيا وحلفائها توسعها نحو شمال المغرب، حتى شهدت المعارك في شمال المغرب صراعات عنيفة أدت إلى مقتل العديد من الجنود الإسبان والمغاربة، وفي النهاية إلى انتصار إسبانيا بعد تزويدها بجيوش إضافية. هذا أدى إلى توقيع معاهدة وادي راس، استولت فيها إسبانية على سبتة ومليلية وسيدي إفني، مما ترك آثارا عميقة على المغاربة والمنطقة. كانت الحرب مثالا على التوترات الاستعمارية التي شكلت مشاكل على كل شمال إفريقيا. تم توسع الاستعمار الأوروبي ليشمل كل إفريقيا والدول العربية بما في ذلك بعض دول آسيا شرق سفلي. حرب إفني، أو كما تسمى أحيانا في إسبانيا الحرب المنسية، هي حرب أعلنها المغرب على إسبانيا بعد عام واحد من استقلال المغرب من فرنسا، واستمرت إلى غاية أبريل 1958. علاقات المغرب المضطربة مع فرنسا أدت إلى انضمام الجيش الفرنسي للحرب إلى جانب إسبانيا بجيشها وحتى إعلاميا. ورغم خسارة المغرب العسكرية، إلا أنه نجح في استرجاع الجزء الشمالي من الصحراء المغربية والمسمى إقليم طرفيت ورأس جوبي سنة 1969. وفي 1975 قام المغرب باستكمال وحدته الترابية من جهة الجنوب ويحرر ما تبقى من صحرائه بفضل المسيرة الخضراء التي دعا فيها الملك الحسن الثاني شعبه للقيام بمسيرة نحو أرضه التي لا تتجزأ من وطنه لاسترجاعها، ليلبي الشعب كعادته في المغرب نداء الملك ويتجه بالملايين إلى جنوب المغرب حاملا كتاب الله وشعار الوطن لطرد الاستعمار الإسباني، لتصبح هذه المسيرة رمزا من رموز الإنجازات الوطنية. ومنذ احتلال المغرب لم يستطع أي مستعمر أن يزحزح مكانة السلاطين العلويين رغم كل المحاولات، مما جعل المغرب يبقى متمسكا بوحدته الترابية وبكل جزء من وطنه من شمال المغرب إلى جنوبه. لهذا فإن مدينتي سبتة وميليليا المحتلتين ما زالوا يخلقان مشاكل في العلاقات المغربية الإسبانية، مما جعل إسبانيا تتخوف من اعتراف الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية بمغربية سبتة وميليليا المغربيتين ومن دبلوماسية المغرب وقوة جيشه المتقدمة. فما هو رأيكم أعزائي الكرام؟ قناة المعالم، إلى اللقاء.